الحكم عادل زورق دون تردد. نعم، بعد الإسقاط المتعمد داخل المنطقة لعبد الكبير الوادي، فرصة مثالية للفريق الأخضر من أجل افتتاح باب التهديف بعد الإسقاط لعبد الكبير الوادي. هذه الصورة مرة أخرى، شوف الإعادة والتدخل واضح. نعم، تدخل واضح وفيها ركلة جزاء يا محمود يا بن حليب. محمود بن حليب هو اللي تم إسقاطه داخل المنطقة، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة 100% وقرار سليم من الحكم عادل زراق. هل يتم ترجمة الركلة إلى هدف التقدم لفائدة الرجاء الرياضي؟ إذن سلامات يا محمود، سلامات يا بن حليب، الرجل اللي فضله خوان كارلوس غاريدو على حساب محسن ياجور. نعم، والجماهير الرجاوية تترقب الهدف الأول للأخضر الذي يتطلع لانتصار جديد ولتقريب المسافة بينه وبين المتصدر نادي اتحاد طنجة. إذن محمود بن حليب يتلقى العلاج في هذه الأثناء وسيخرج لاستكمال العلاج في انتظار من سينفذ ركلة الجزاء ومن سيمنح الأفضلية لفريق الرجاء. وعبد الرحيم الشكير المتألق في المباراة السابقة أمام شباب أطلس خنيفرة هو المختص في تنفيذ ركلات الجزاء، وهو الذي نعم سيكون في مواجهة مباشرة مع الحارس محمد اليوسفي بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة. هل يكون المتغير الآن معك يا عبد الرحيم يا الشكير؟ نعم، في هذه اللحظات لحظة التركيز نعم منك يا الشكير. من يتفوق على من الشكير أم محمد اليوسفي؟ الحكم سيعطي إشارة التنفيذ في هذه اللحظات. إذن الشكير يتلقى الإشارة، يتقدم عبد الرحيم، الشكير يأخذ وقته، الشكير يتقدم، الشكير يسدد، الشكير يسدد، وضع الشكير غير معقول يا عبد الرحيم يا شاكر، تضيع ركلة الجزاء. كانت الفرصة مثالية للتقدم لفائدة فريق الرجاء، وصورة رائعة تأتي من جانب بدر بنون. بدر بنون يقول للشاكر معلش إذا ضيعتها عندنا الوقت لتسجيل الأهداف في الدقائق نعم القادمة، معلش يا شاكر. هكذا يقول له المدافع والعميد نعم بدر بنون، يمشي للشاكر مباشرة يواسي في هذه اللقطة ويقول له معلش لدى الرجاء متسع من الوقت لتسجيل الهدف. بينما عبد الواحد بن حسين شوف ردة فعله، لمن يتوجه بن حسين وردة فعله في اللقطة الماضية، وعبر عن فرحته بعد تضييع ركلة الجزاء. ولكن